عسلامة، مرحبا بكم على قناة إيبيسكو جينتي. إن شاء الله اليوم باش نتعرفوا مع بعضنا على وصفة إيطالية وهي الريزوتو، وباش نبداو إن شاء الله اليوم بأبسط الوصفات والسهلة باش نفهموا بها طريقة الريزوتو. الريزوتو هي طريقة لطهي الرز مختلفة على الطريقة بتاعنا نحن، يقوم بها الإيطاليين في مغلب وصفاتهم، وهي المشهورة ومعروفة عندهم حتى الاسم معناها اسم إيطالي الريزوتو. الوصفة نتاعي اليوم للريزوتو بالقراع ولا ريزوتو الزوكا باش نسحق للقراع، باش نسحق للجبن، وهذا جبن مالح شويه ولا هو يسموه هنا في ايطاليا البلو. كان عندكم جبن مالح شويه من المستحسن يكون هكاك باش يتجانس بكدا مع المطعم العذب والحلو بتاع القراع. باش نسحق زوز رز ثوم، باش نسحق وزاد باش نعمل البرود نتاعي وهو الماء اللي باش نسقي به الرز، وهو هام جدا على خاطر علاش باش يكون كل شيء نباتي، معناها باش يجينا معناها المطعم نتاع الرز نتاعنا ما يجيش مطعم الرز، يجي مطعم غني بالفيتامينات وبالنكهه الخضروات نتاعنا. وبالطبيعه باش نسحق الرز، هنا في ايطاليا يستعملوا زوز انواع نتاع الرز اللي هو الكاناروني ولا الاربوريو، وهم زوز انواع من الرز يستعملوهم للريزوتو، ليس كالرز اللي يستعملوه نحن هو البازماتي ولا الرز العادي نتاعنا نحن في بلدان في جنوب افريقيا ولا في مصر ولا في بلدان اخرين. لا، هنا يستعملوا الرز هذا اخصائي للريزوتو. والريزوتو وهي تسميه للريزوتو وهي عمليه الطهي، وهي تتسمى الريزوتاج ولا الريزوتو. ان شاء الله باش نتشاوروا مع بعضنا اليوم نشوفوا المراحل كلها. اول حاجه باش نقوم بها باش نقوم بتحضير القراع نتاعي اللي باش نقوم بتقطيعه الى اجزاء مصغره، نقشروا وبعد كده باش نحطوا ايتين في الفور. هوني كملت حضرت القراع نتاعي، قشرته قصيته ثلثات كيما كاين. باش نزيد معاها نحط زوز ثوم نخليهم بالقشور نتاعهم، شويه فلفل اكحل من الفوق، شويه ملح وشويه بزيت زيتونه. بالطبيعه الفرن نتاعي نحطوه على درجه حراريه 180. بعد ما حطيت القراع نتاعي في الفرن، تو باش نقوم بتحضير البرود نتاعي وهو البرود الفيجيتال، البرود الغذائي. كما قلت لكم راهو ما يستحق زاد تنجم تستعمل حتى المسخون بعد باش تخدم به الريزوتو. هو خدمه الريزوتو والتكنيك نتاعو كلها هي في كيفاش تطيب الرز، وهو يطيب معناها بالبرود هذا. ولكن ما ثماش البرود هذا لازم نستعملوا حتى الماء ماء سخون. الباز لازم يكون الماء سخون بالكدا. انا باش نحط البصل نتاعي هذا قاعد يفاضل، شويه كنافس، راس في الناريه، خلوه كامل نجم نقسموه. عندي كعبه لفت باش نحطها باش نعبيه بالماء ونحطه يغلي، وانا نحطه على نار بارده حتى تحضر لي القراع نتاعي. هنا القراع نتاعي حضر كما تشوفوا تاع بالكدا معناها حاضر لتحضير الوصفه نتاعي اللي هي الريزوتو. انا اليوم باش نقوم برحي حتى نعمل كيما جو من الكريمه نتاع القراع. وثم شكون ينجم يحطوا حتى ثلثات كبار ويقصهم صغيرات ويعني يخدم به الريزوتو. احنا باش نحاولوا باش نعملوا طريقه مبسطه وسهله ياسر حتى الواحد يفهم كيفاش تتم عمليه طهي الريزوتو. وبعد كده وقتها الواحد يتمكن من التكنيك، ينجم يطور فيها وينجم يعمل اللي يحب هو. احيانا القراع نتاعي باش نحطه في الصحفه هذه. انا نكون براتيكمون كملت عمليه التحضيرات الكل نتاعي. ما يطلبش ياسر الريزوتو، راهي حاجه خفيفه. راهو الريزوتو والمقرونه في ايطاليا معناها من اسهل وابسط الامور ومن اعقد الامور. حد تحضير عمليه الريزوتو كما قاعدين نشوفوا. البرود نتاعي حضر، اللون نتاعو تبدل من الماء هكا صباغه شويه، خذا شويه اللون الخضره نتاعي ولا مستحيل. اول حاجه باش نعملوها البرود نتاعي حضر سخون، قاعد الماء يغلي، نقص عليه شويه باش يقعد يسخن هكاك. باش ناخذ مقله نصب فيها شويه زيت باش نعمل كميه نتاع صحن بركه روز، مانيش باش نعمل الكل برشا معناها تعجبني الناس. نحط شويه روز في المقله نتاعي هذه باش نقوم معناها بالعمليه على الطريقه الايطاليه. ونقوم بالتقليه نتاع الروز نتاعي مع الزيت. حتى نشوفوها الكعبه ولات كيما شبه ترونسبارون هكاك، شوفوها هي تبدا بيضه ياسر. أنا نواصل عملية التقلية نتاعي، تقعد العملية حكاية 3-4 دقائق أقصى تقدير. في الوقت قبيليك وقت عملت الكريمة نتاع القراع خليت منها شوية باش نحطو هذاك شوية هذاك قصيتو طريفات صغار باش نحطو يزيد يتقلب باش يزيد يعطي نكهة للريزوتو نتاعي.
لحد الان راني ما استعملت لا ملح لا حتى الفاح، ابار الفاح اللي استعملته للقرع. انا الرز نتاعي نشوفو بدا مزيان السكر كيف انا ناخذ الملعقه نتاعي اللوش نتاعي ونبدا نمرق. نحط تقريبا 3 زوز ونص باهي، ونحط خليه يطيب الرز نتاعي. والريزات نتاعي يشرب لي براتيكمون الماء اللي حطيته له، مازال معناها كميه قليله ياسر. طبعا باش نضيف له من الكريمه نتاع القرعه اللي حضرتها قبيليك، نحطوا مقدار نتاع مغرفه مغرفتين، وبطبيعته معناها احنا في سيزون تاع القرعه توا وسط الغير، ونشوفوا علينا ميزاننا. هذا ما نكثروش ياسر باش ما يطغاش حاجه على حاجه. مغرفتين من الكونسونتري هذايا، ومع طرف القرعه اللي حطيته من الاول. شوفوا كيفاش بدا ياخذ في اللون الاحمر نتاعو ان شاء الله. ونحن توا في المراحل الاخيره، وبعديك باش نقوموا بعمليه اضافه شويه من الزبده والجبن نتاعنا، وهذيك هي العمليه نتاع المانتيكاتورا كما نقولوا باللغه الايطاليه، وهي تحضير الرز. هون الريزوت نتاعي احمر براتيكمون معناها طاب الرز كلها. تو باش نقوم بعمليه اضافه كل من الزبده والجبن، الملح هذا الازرق، لازم نقوموا حتى بالعملية هذه. يذوب الزبدة والجبن كله ويعمل كما نوع من الكريمة. نقول لكم جربوا الوصفة وإن شاء الله تعجبكم. شوفوا هذيك هي الكريموزيتي اللي لوجوا عليها في الريزوتو. وصحة وبشفاء لكم.